في الفيديو الاخر تكلمت على القرون الاولى ديال المسيحيه اللي كانت فتره تميزات باضطهاد على المسيحيين. لكن في بدايه القرن الرابع كيف شفنا ناض الامبراطور قسطنطين وليغاليزا المسيحيه ولات شرعيه. وفي سنه 380 ميلاديه اعلن الامبراطور تيوديسيوس بالمسيحيه كديانه رسميه ديال الامبراطوريه الرومانيه حتى القرن 16، قلت تقريبا 1000 سنه. اغلبيه الناس كانت كتعتبر راسها كاثوليك، والكنيسه عرفات واحد التطور كبير في هذا الوقت، فما بقاتش كتهتم غير بالمسائل الروحيه، لكن دخلت في كل اسبي ديال الحياه اليوميه. الكنيسه الكاثوليكيه الرومانيه كانت بدات اولا كمؤسسه روحيه، لكن من بعد هذا الشيء دخلت في السياسه والحروب، خاصه في واحد لابيريود كيسميوها العصور المظلمه. من جمله الاسباب هي انها بدات كتكبر في القوه والسلطه، ولا البابا من اهم الشخصيات في اوروبا، ولا عنده تاثير كبير في المنطقه. ملي الامبراطوريه الرومانيه الغربيه بدات كتضعف في القرن الخامس، بدات ديك الساعه الكنيسه كتقوى لواحد الدرجه ما تصورش، ولات اورغانيزيا مزيان، لانها عمرات هذاك الفراغ اللي خلاته الامبراطوريه، فولات كدير ديك الخدمه الاداريه والاجتماعيه اللي كانوا المسؤولين الرومان كيديروها. هادشي جعل الاساقفه والكهنه يوليو شخصيات رئيسيه في المجتمعات ديالهم، وفروا الاستقرار في اوقات الفوضى، وحرصوا على توحيد العقيده المسيحيه والممارسات الدينيه. الكنيسه خادت ديك القوه والسلطه من عده المجالات. اولا الارشاد الروحي. كانت الكنيسه الكاثوليكيه الرومانيه هي السلطه الدينيه الاساسيه في اوروبا في العصور الوسطى، لانها كانت كتفسر الكتاب المقدس وكتفورمي العقيده المسيحيه، فما كانت غير بلاصه ديال العباده، لكن كانت بحالنا نقولوا واحد القيد كيقود الناس، كيعطيهم الارشادات الروحيه وكيعلمهم المبادئ والاخلاق المسيحيه. كانت كتعتبر راسها هي الوسيط ما بين الله والناس، وهكذا ولات كيف كنقولوا بحال شي طرز مطروز في الحياه اليوميه. ثانيا القوه الاقتصاديه. كنيسه القرون الوسطى كانت غنيه بزاف بسبب الاراضي والعشور والتبرعات ديال الناس. كانوا المسيحيين كيعطيو العشور ديال المدخول ديالهم، هادشي جعلها تقدر تبني لك كاتدرال وتخلص رجال الدين ودير الاعمال الخيريه. كانت الاديره يعني لي موناستير كانت مراكز اقتصاديه مهمه فين كيمارسوا التجاره والفلاحه. زايد على هادشي ولات الكنيسه كتاخذ المعاونه من المملكات اللي تولات السلطه من بعد ما طاحت روما، وبزاف من هذوك الملوك والحكام ولاو مسيحيين وجروا معاهم الشعب ديالهم. هاد الحكام كانوا غالبا كيعطيو الكنيسه الثروه والاراضي والنفاذ، وهذا الشيء زاد قوه البوزيسيون ديالها. ثالثا السلطه السياسيه. ما كانتش الكنيسه كتعلق غير بالدين فقط، لكن كان عندها تاثير سياسي كبير. كانت مثلا كتحل المشاكل والصداع اللي كينوض بين الشعوب والامم، وكانت كتحدى حتى الحكام الكبار كيف ما يكون ملك ولا امبراطور. ويمكن اعجب مثال هو ديال واحد البابا اسمه غريغوري السابع، اللي قود الكنيسه من عام 1037 ل 1085. هذا ناض وصرح بان البابا بوحده هو اللي عنده الحق يبلاصي المسؤولين ديال الكنيسه. لكن الامبراطور هنري الرابع ما عجبوش الحال، ومن بعد هذا الشيء توترات الامور بيناتهم لدرجه ان البابا طرد الامبراطور من الكنيسه. وهذه كانت ضربه قويه للامبراطور، حيث كان عارف ان كثير من الناس ما غتبقاش تدعمه، فندم على هذا الشيء وناض وطلب المسامحه من البابا. هذا الانسيدون كيورينا قداش كانت سلطه الكنيسه في ذاك الوقت. رابعا التعليم. كانت الكنيسه عندها تاثير كبير على التعليم في العصور الوسطى. كانت اسست مدارس وجامعات في كاع انحاء اوروبا، خاصه قبل القرن 12 و 13. كانت هي اللي كتقود اغلبيه المدارس، لان هاد المدارس هذه كانت في لي موناستير واللي كاتدرال، كانت مراكز كيتعلموا فيها مواد مختلفه كيف اللاهوت واللغه اللاتينيه والفنون الليبراليه. هذا التركيز على التعليم لعب دور كبير في الاحياء الفكري اللي ادى في اخر المطاف لعصر النهضه، او الحركه الثقافيه اللي بدات اولا في ايطاليا وانتشرت من بعد لكاع انحاء اوروبا.
كانت الكنيسة غالبا مسيطرة على إنتاج الكتوبة والتوزيع ديالها. هذا الشيء عطاها أهمية في تشكيل التعليم والحفاظ على المعرفة، وتأثير كبير على الحياة الفكرية والثقافية ديال المجتمع العصور الوسطى. الأديرة أو لي موناستير في ذاك الوقت كانوا بحال شي دار النشر كتنتج الكتوبة اللي كانت غالبا نصوص دينية. الظاهرة ديال الرهبنة ولي موناستير بدات في مصر وسوريا في القرن الثالث، وانتشرت الفكرة لأوروبا الغربية في بداية القرن الرابع. الرهبانية هي طريقة حياة كتركز على الصلاة والحياة البسيطة، وهذه الحركة بدات في مصر مع القديس أنطوني العظيم اللي كيسميوه أب الرهبان. بزاف الناس تبعوا المثل ديالو وخلاو حياتهم العادية، ولاو رهبان وراهبات كيعيشوا في أديرة مخصصين حياتهم للدراسة والعبادة بعيد على الهرج ديال المجتمع. المجال الخامس اللي برزت فيه الكنيسة هو الفن والهندسة، فين لعبات دور كبير في دعم الفنون، وبدات كاتدرال ومباني دينية كتبهض، وهذه مازال باقا واقفة إلى يومنا هذا. كان مني الواحد كيكون جاي من بعيد كيبانوا ليه هاد المباني من بعيد وكيذكروه في القوة والمجد ديال الكنيسة. الخدمة في البني ديال هاد الأماكن المقدسة كانت شرف كبير عند البناية، لأن الكنيسة وعداتهم أن كل واحد مات وهو خدام كيبني فيها غادي يدخل ديريكت للجنة. في 1054 وقع واحد الحدث كيسميه انشقاق الكبير. في الكنيسة تقسمات على جوج فروع رئيسية: الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية والكنيسة الكاثوليكية الرومانية. الانقسام كان سببه اختلافات في الأفكار الدينية والممارسات الكنسية. هذه الاختلافات كتشمل الطقوس واللغات والتقاليد. الكنائس الغربية كانت كتستعمل اللغة اللاتينية في الخدمات الدينية ديالها، بينما الكنائس الشرقية بقات كتستعمل اللغة اليونانية. هذه الاختلافات مع التوترات السياسية ما بين الإمبراطورية البيزنطية في الشرق والإمبراطورية الرومانية في الغرب غير زادوا كبروا هذا الانقسام اللي كان نقطة تحول في التاريخ المسيحي. حدث آخر وقع في أواخر القرن 11 هو الحملات العسكرية اللي كيسميوها الحروب الصليبية، اللي بداتها المملكات الأوروبية ضد الأراضي الإسلامية في الشرق الأوسط. البابا أوربان الثاني كان واعد المشاركين بمكافآت روحية، زعما إذا شاركتي في هذه الحرب هذه راك غادي تدخل الجنة. من جملة الأهداف ديال هذه الحروب هي استرجاع الأرض المقدسة، لأن المسلمين كانوا غزاوا الأراضي المقدسة وشمال إفريقيا في بداية القرن السابع. كاينين اللي كيقولوا أن الحروب الصليبية كان عندها جانب إيجابي، كونها خلقات في آخر المطاف تبادل ثقافي واقتصادي ما بين المسيحيين والمسلمين. لكن من جهة أخرى الحرب كتكون ديما فيها موت ودمار، وهذه الحروب هذه سبات ضرر كبير في سمعة الكنيسة والسلطة ديالها، لأن الدوافع ديالها ما كانتش كلها نقية. الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ادعت بأنها هي السلطة المطلقة على الحقيقة الدينية، وهذا الشيء جاب أوقات مظلمة في التاريخ ديالها. فما اكتفاتش بفرض المعتقدات ديالها، لكن استهدفت حتى المجموعات اللي كتنتمي للبدع وأديان أخرى، بحال مثلا الكتار والوالدونزيين. عدم التسامح الديني ما توقفش مع الأسف غير على هذه المجموعات، لكن شمل حتى الجاليات اليهودية عبر أوروبا. اليهود تكرفصوا وعانوا كثير بسبب الاضطهادات ضدهم. من 1347 ل 1351 جا الطاعون الأسود أو الموت الكحلة. هذه الجائحة بحال إلا قلتي كورونا، ولكن ما تبانش مع كورونا. كانت كارثة ضربت أوروبا وقتلات نص السكان ديالها. التأثير المدمر ديالها خلى بزاف الناس كيطرحوا أسئلة على فعالية الكنيسة والدور ديالها. زعما كيقول لك يعني ما قادراش توقف هذا الوباء أو تعطينا أجوبة. هذا الشيء خلى بزاف الناس يشكوا في القوة والسلطة ديالها. من بعد هذا الشيء وقع الانشقاق الكبير. من بعد ما مات البابا غريغوري 11 انتخب مجلس الكاردينالات البابا أوربان السادس، ولكن بعض منهم ما قبلوش القيادة ديالو وقرروا ينتخبوا كليمون السابع في بلاصتو. وهذا كليمون كان كيعيش في افينيون في فرنسا. هذا الشيء خلق واحد الفوضى، يعني جوج باباوات كيدعيو بالسلطة، واحد كيقول انا هو البابا والاخر كيقول انا هو البابا، واحد ساكن في روما وواحد ساكن في افينيون. هذا الشيء سبب بزاف الارتباك والتوتر داخل الكنيسة. لكن في مجلس كونستانس دخلوا المسؤولين الدينيين وحيدوا الباباوات المتنافسين وانتخبوا على بابا مارتين الخامس في بلاصتهم. هذا الشخص هذا وحد الكنيسة من جديد. ملي دخل القرن 14 بدات سلطة الكنيسة كتنقص. من جملة العوامل اللي ساهمت في التراجع هي أولا الفساد.
بزاف ديال القادة الكنسيين كانوا مفسدين أخلاقيين، وهذا الشيء خلق إحساس بالإحباط وفقدان الثقة عند بعض الناس. البابا مثلا كان عنده سلطة كبيرة، كانت غالبا كتفوق سلطة الملوك. كان مثلا كيغفر الذنوب وكيطبق ليكسكومينيكاسيون، يعني يطرد الناس من الكنيسة باش يبقى شاد في السيطرة ديالو. كان بعض المرات كيستغل هذه السلطة لأجل المصالح ديالو الشخصية، في مثلا في ممارسات معينة، كيف مثلا عطيان المناصب الكنسية لأشخاص معينة أو بيع الغفرانات إلى آخره. بزاف الناس كانت كتعطي العشور، يعني 10% من المدخول ديالها للكنيسة، وكان بنادم كيخاف بلي إذا ما خلصش غادي يمشي لجهنم. في القرن 14 و 15 بدات الدول القومية العلمانية بحال انجلترا وفرنسا كتزيد في المعارضة للسلطة السياسية ديال الكنيسة، وبداو الملوك يوحدوا الحكم ديالهم على الأراضي. هذا الشيء حتى هو قلل من تأثير الكنيسة في الأمور السياسية. في القرن 14 عرفات أوروبا واحد اليقظة أو حركة فكرية ثقافية. هذه الحركة كتركز على تطبيق العقل والمنطق والفكر الفردي. العلماء ديال هذه الحركة جاوا بنظريات وأفكار جديدة كتحدى السلطة الكنسية، وهذا الشيء بدل بشكل كبير الفهم ديال الناس للمسيحية وعلاقتهم مع الله. الكنيسة في القرون الوسطى واجهت تحديات أخرى اللي طيحت من السلطة ديالها. الإصلاحيين الأولين بحال جون ويكليف وجان هوس كانوا كيكريتيكيو الممارسات والعقائد ديالها وكيطلبوا بتغييرات اللي لقات صدى عند بزاف الناس. من بعدهم جا مارتن لوثر وديفلوب هذيك الافكار، واللي سبات في اخر المطاف الحركه الاصلاحيه، يعني البروتستانتيزم. هاد الحركات ماشي غير كريتيكاو سلطه الكنيسه، لكن زادوا غيروا ميزان القوه بين القاده الدينيين والعلمانيين. افكارهم الجديده بدات ديك الساعه كتبدل المعتقدات والمؤسسات، وجدات الطريق، او اذا بغينا نقولوا بنات واحد الساس للهيكل او الكادر الديني والسياسي العصري. تاثير الكنيسه ديال العصور الوسطى باقي مازال ظاهر في العالم ديالنا في يومنا هذا. كنشوفوا التراث ديالها في الفن والهندسه المعماريه. بالاضافه لهذا الشيء لعبات دور كبير في تاسيس المدارس والجامعات اللي ولات اساس التعليم العالي والتقدم الفكري. لكن من جهه اخرى خلقات صراعات وخدت قرارات عندها عواقب كبيره، لانها ما كانتش هاد القرارات ما كانتش ديما حسب مشيئه الرب. وهنا كنتعلموا واحد الدرس مهم على اهميه التوازن بين السلطه والمسؤوليه. لان اي قائد او مؤسسه تكون دينيه ولا علمانيه كتقدر تستغل السلطه ديالها اذا ما كانش ديك السلطه مضبوطه وما خاضعاش لواحد الكونترول. حاولت اخوتي نعطيكم واحد الصوره صادقه على كنيسه العصور الوسطى بلا زواق بلا ترقان، وغادي نتكلم على الحركه الاصلاحيه او البروتستانتيه في الفيديو الجاي ان شاء الرب. سلام المسيح معكم.